هو فين الشيطان وازاي بيوسوس لنا؟ مع العلم اننا مش بنسمع ترددات الشيطان اللي هي اصلا قليلة جدا عن اللي الانسان يقدر يسمعه. من اغرب التفسيرات اللي شفتها في الموضوع ده واللي انا فعلا شايفها اقرب للصحة ان كل انسان بيكون حواليه هالة بيكون فيها كل المشاعر والافكار وكل شيء بيمر بيه الانسان، وبرغم ان الهالة دي محدش فعلا يقدر يقرب لها، الا انك لو مريت بحالة غضب او حزن شديد بتبدأ الهالة دي تتحول لمستقبل، ويبدأ الشيطان يلاقي ثغرة يقدر يخش لك منها، ويبدأ بقى يرسل لك الوساوس والأفكار اللي هو عايز يزرعها فيك عن طريق الهالة دي. نيجي بقى للجزء التاني من الفيديو، هو الشيطان ممكن يكون في السوشيال ميديا؟ سؤال محير جدا، بس لو فكرت فيها هتلاقي ان ده فعلا انسب مكان ممكن يكون فيه الشيطان. انت بتخاف من الشيطان وفي ناس كتير بدأت تعرف ألاعيبه، بس لو اتكلمت معاه من ورا شاشة هيقدر يقنعك بحاجات أكتر بكتير من الوساوس، الحياة، زنا، ارتكاب معاصي، وكل ده تحت ما يسمى بالتحرر. طيب هو ممكن الشيطان أصلا يستخدم أجهزة إلكترونية؟ إجابة السؤال ده هتكون غريبة، بس ممكن، لأن الشياطين هم مجتمعات زينا، والأكيد إن هم قدروا يوصلوا لتطور كتير جدا، ده لو ما كانوش أصلا هم المخترعين الأجهزة دي، أو حتى لو الأجهزة من اختراع البشر فهم قدروا يستخدموها استخدام كويس جدا. ما هو أكيد حاجات زي الدارك ويب أو الجرائم اللي بتحصل على السوشيال ميديا دي أكيد مش من الإنسانية، يعني مش من الفطرة. أنا من رأيي إن 99% الشياطين فعلا موجودين على السوشيال ميديا وبيقدروا يتحركوا ويتواصلوا معانا. أنت إيه رأيك؟ تفتكر فعلا الشياطين ممكن يكونوا موجودين معانا على السوشيال ميديا؟ انزل اكتب لي رأيك في الكومنتات، وسلام.